أهلا بكم يا شباب في تحليل لأبرز أحداث الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد 2026-2027. بداية موسم استثنائي في الدوريات الكبرى ودوري روشن السعودي. انطلقت المنافسة بقوة في الدوريات الخمسة الكبرى: دوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، إلى جانب دوري روشن السعودي. وكانت البداية مليئة بالأهداف والمفاجآت والرسائل المبكرة التي قد تعطينا لمحة عن شكل المنافسة خلال الموسم. في الدوري الإنجليزي الممتاز ظهر منذ الجولة الأولى ملاحم موسم مختلف مع بداية قوية، كما تركز الأنظار على حامل اللقب أرسنال وعلى قدرته في مواصلة الهيمنة بعد الفوز على كوفرنتي. كما حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا بعد العودة من ريمونتادا، بينما كان متأخر 1-0 ثم العودة إلى 2-1 في الوقت القاتل. بينما انتهت مواجهة ديربي لندن بفوز مثير لتشيلسي على فولهام بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت ندية كبيرة وتقلبات واضحة في الأداء. بينما اكتفى ليفربول بالتعادل أمام نيوكاسل في مباراة شهدت آثارا كبيرة وأهداف متأخرة. كما تعرض أستون فيلا لهزيمة ثقيلة أمام برايتون برباعية نظيفة. كما يواصل مانشستر يونايتد الهيمنة في الخسائر من فريق قادم من الدرجة الثانية هال سيتي، كما خسر 2-0. كما يواصل توتنهام السقوط في حظيرة المستنقع الهزائم بعد موسم كارثي، كما خسر من برنتفورد 3-0. أما في الدوري الأسباني فبدأ الصورة بقوة لحامل اللقب برشلونة، الذي يوجه رسالة مبكرة بفوز كبير على ليتشي ب5 أهداف دون مقابل، في حين يظهر الملكي ريال مدريد يغيب الجميع. كما انتصر على نظيره اسبانيول 2-1، في حين تعثر اتلتيكو مدريد امام فياريال في مباراة انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. وهذا يجعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد مفتوحا منذ البداية، خصوصا مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأندية خلال الصيف. في الدوري الإيطالي ظهر مؤشر مهم منذ الجولة الأولى: انتر بدأ حملة دفاعية عن لقبه بانتصار قوي على مونز ب4 أهداف مقابل هدف واحد، بينما حقق ميلان فوزا خارج أرضه على تورانو 2-1، في حين بدأ يوفنتوس موسمه بانتصار بهدف دون مقابل. بينما حقق نابولي أول انتصار له في الموسم الجديد بينما فاز على نظيره جنوي 2-1. بينما حقق روما انتصارا قويا على فيرونتونيا 4-0. وهذه النتائج تؤكد أن المنافسة في الدوري الإيطالي قد تكون واحدة من أكثر المنافسات إثارة هذا الموسم. أما في الدوري الفرنسي فكانت المفاجأة الكبرى في حين تعثر باريس سان جيرمان أمام رين، حين كان الفريق متأخرا بهدفين قبل أن يتمكن الوافد الجديد فيران توريس من تسجيل هدفين وإنقاذ فريقه من الخسارة. وفي المقابل بدأ مارسيليا الموسم بانتصار كبير برباعية نظيفة على ستارسبورغ، بينما حقق ليون فوزا مهما خارج ملعبه على تورانوز. وفي الدوري الألماني تتركز الأنظار على حامل اللقب بايرن ميونخ وعلى قدرته في مواصلة الهيمنة، خصوصا بعد موسم ناجح جمع خلاله بين لقب الدوري وكأس ألمانيا. بينما ينتظر الجميع معرفة ما إذا كانت الأندية المنافسة قادرة على إيقاف الفريق البافاري هذا الموسم. ولا يمكننا أن ننسى دوري روشن السعودي الذي يواصل إثبات حضوره كواحد من أكثر الدوريات متابعة وإثارة في العالم. في الجولة الافتتاحية شهدت تسجيل 28 هدف خلال 9 مباريات بمعدل أكثر من 3 أهداف في المباراة مع 7 انتصارات وتعادلين. كما بدأ النصر حملة الدفاعية عن لقبه وانتصار قوي، وأبرزت العديد من الصفقات والنجوم منذ البداية. ومن أبرز العناوين في الدوري السعودي عودة كريستيانو رونالدو إلى التسجيل بعدما شارك مع النصر في الجولة الثانية وسجل هدفا في الفوز الكبير على الرياض، ليؤكد أن حضوره سيظل أحد أهم عوامل الإثارة في الدوري هذا الموسم. بينما تعثر الاتحاد في المباراة الأولى من الدوري بينما سقط في فخ التعادل، ولكنه فاز في الجولتين الثانية والثالثة. بينما حقق الهلال والأهلي أول انتصارين لهما في الدوري.
وبين انتصارات كبيرة وتعادلات مفاجئة وصفقات جديدة ومدربين يبحثون عن إثبات أنفسهم، يمكن القول إن الجولة الأولى لم تكن مجرد بداية للموسم، بل كانت بمثابة رسالة مبكرة من كبار القارة الأوروبية والدوري السعودي. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحصريا في عالم الرياضة. كان معكم محمد القولاني، ودمتم في أمان الله ورعايته.